اهلا بكم يا حبيبي في مراجعة تالتة اعدادي الوحدة الاولى. هنراجع الوحدة الاولى كلها وبصور الشرح والمعاني كلها. هتنزل على قناة واتساب، اللينك بتاعها في وصف الفيديو. ويلا نقول دعاء المذاكرة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الفهم والحفظ والعلم. بسم الله نبدأ. هنبدأ بأول درس. أولا درس سفينة نوح، عاملاه في شكل خريطة ذهنية كده هتسهل علينا المذاكرة إن شاء الله. أخبر الله نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا الذين آمنوا وكان عددهم قليل. ربنا قال لسيدنا نوح إن مفيش حد من القوم بتاعه هيؤمنوا تاني غير الناس اللي آمنوا بيه خلاص، وكان عددهم قليل. ربنا أمر سيدنا نوح بأن هو يصنع سفينة، وربنا كان بيحفظه وبيرعاه في الوقت ده. وأمر ربنا كمان بأن هو يحط جوه السفينة زوجين من كل حيوانات، يعني من كل حيوان ذكر وأنثى. وأهل بيته، الناس بتوع أهل بيته أهله يعني، بس اللي مأمنوش منهم ما يحطهمش معاه في السفينة، ما عدا هو أهل بيته، ما عدا من لم يؤمن، والمؤمنين من قوم، يعني الناس اللي أمنوا بس. قومه كانوا بيسخروا منه كل ما يعدوا عليه، كل ما حد من القوم بتاعه يعدوا عليه ويلاقوه بيبني السفينة في الصحراء يقعدوا يتريقوا عليه، لأن مفيش مية في الصحراء أصلا. سيدنا نوح رد عليهم بأنهم هيسخروا منه النهاردة، فهو يسخر فيهم فيما بعد، هيسخر فيهم فيما بعد عندما يغرقون في الدنيا ويعذبوا بنار الآخرة. ويدل هذا الرد، يعني رد سيدنا نوح على القوم الكافرين، على يقين سيدنا نوح وثقته في نصر الله له. هو سيدنا نوح متأكد ان ربنا هينصره. صنع سيدنا نوح السفينة بأمر من ربنا لأنها وسيلة النجاة من الغرق. ربنا أمره ان هو يبنيها. ايه حكمة ربنا في كده؟ ان هو ما يغرقش هو والناس المؤمنين والحيوانات مع القوم الكافرين. وليه الحيوانات ما غرقوش؟ عشان ربنا مش عايزهم يغرقوا، علشان يعمروا الأرض اللي هيتحطوا فيها فيما بعد، لما السفينة اللي سيدنا نوح هيركبها هو والناس المؤمنين والحيوانات، بعد ما الطوفان يروح ويهدى هيرجعوا الحيوانات اللي على السفينة دول ينزلوا ويعمروا الأرض من تاني. علامة الطوفان علامة ان خلاص المية كتير هتيجي وهتغرق الكفار، هي خروج المية من التنور. التنور ده الفرن اللي بيتخبز فيه العيش زمان. ركب مع سيدنا نوح من كل أنواع الحيوانات ذكر وأنثى. ليه ذكر وأنثى؟ عشان يتجوزوا وحفظ النسل وإعمار الأرض فيما بعد. وأهل بيته بس اللي ما أمنوش مركبوش معاه، والمؤمنين من قومه وكان عددهم قليل. نهى الله سيدنا نوح ان سيدنا نوح يطلب من ربنا العفو للناس اللي ظلموا انفسهم ازاي؟ ان هم كفروا بربنا وما امنوش بسيدنا نوح، ان هو بيدعو لله وعبادة الله الواحد. سيدنا نوح كان مهنته نجار، وكان يصنع السفينة للأخذ بالأسباب، اللي هو أنا هعمل احتياط لنفسي علشان لو حصل حاجة، بس ده طبعا بأمر من ربنا. وسخر قومه منه لأنه يصنع السفينة في الصحراء، يعني الصحراء خلاص ما فيهاش مية، انت بتعمل السفينة في الصحراء ليه؟
قال سيدنا نوح للذين آمنوا معه، سيدنا نوح قال للناس المؤمنين: اركبوا السفينة بسم الله يكون جريانها في المية، وبسم الله يكون وقوفها، إن الله غفور ورحيم بعباده، عباده المؤمنين مش اللي كفروا وظلموا نفسهم. كانت السفينة بتفحر، يعني ماشية في المية في موج عالي عامل زي الجبال، من كتر ما هو عالي ربنا صوره بان هو في علو الجبال. ونادى سيدنا نوح ابنه وكان في مكان بعيد منعزل، اللي هو في مكان بعيد، هو كده فاكر ان خلاص المية مش هتطول. وطلب وسيدنا نوح طلب من ابنه ان هو يركب معاه وما يكونش مع كفار وما يموتش معاهم. بس طبعا احنا عارفين ان هو رفض وغرق في الاخر. نيجي لمواطن الجمال، عاملاها برضو في صورة خريطة ذهنية. أساليب التوكيد، ماشي، أسلوب التوكيد ليه كذا طريقة، ماشي، وأسلوب الأمر وأسلوب النهي. أسلوب التوكيد يا إما بأن يا إما بإن يا إما قد زائد فعل الماضي، والنفي بما أو لن، والاستثناء بإلا. في الآيات زي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، والآية بتاعت إنهم مغرقون وما آمن معه إلا قليل، والآية بتاعت فإنا نسخر منكم، والآية بتاعت إن ربي لغفور رحيم. بس في الآية دي توكيد بإن زائد اللام. ماشي. أسلوب الأمر في آيات زي اصنع الفلك واحمل فيها واركبوا فيها، ولما كان سيدنا نوح بيخاطب ابنه بيقوله اركب معنا. الأغراض من أسلوب الأمر غرضه النصح والإرشاد، بس في الآية بتاعت ليها اصنع الفلك غرضه النصح والإرشاد والأخذ بالأسباب، زيادة عنها إن هي نصح وإرشاد وبرضو أخذ بالأسباب. أسلوب النهي في آيات زي فلا تبتئس ولا تخاطبني في الذين ظلموا، وفي الآية بتاعت ولا تكن مع الكافرين. بس ولا تكن مع الكافرين دي غرضها النصح والإرشاد والتحذير. ولا تكن مع الكافرين زيادة إن هي نصح وإرشاد وتحذير. والغرض من أسلوب النهي عامة غرضه النصح والإرشاد. باقي مواطن الجمال، وأوحي إلى نوح بين الفعل المجهول إنهم مغرقون، تعليل لما قبله. كلما أداة شرط تفيد الاستمرار والتكرار. ملأ نكرة للتحقير. ربنا بيحقر من قوم سيدنا نوح اللي هم الكفار، سخروا منه نتيجة للشرط قبله، فإنا نسخر منكم كما تسخرون نتيجة للشرط قبلها برضو. وبرضو تعبير يدل على يقين سيدنا نوح بنصر الله له. فسوف تعلمون من يؤتيه عذاب يخزيه، ديت تنكير عذاب، تنكير كلمة عذاب أفاد التهويل، وتعبير يدل على شدة العذاب الذي سينزل بالكفار، وفيه تهديد ووعيد لهم. وعيد يعني بيتوعد لهم ان هو اللي هو وعد، بيتوعد لهم ان هما كده كده هيتعذبوا. وصف عذاب بيغذيه يوحي بمدى المهانة التي سيتعرض لها الكفار في الدنيا. وصف عذاب بمقيم في قول الله تعالى ويحل عليها عذاب مقيم، يدل على أنه لن ينتهي أبدا، العذاب هيفضل شغال ومستمر. التعبير بالأفعال المضارعة يصنع وتسخروا ونسخر وتسخرون وتعلمون ويؤتيه ويغزيه ويحل، دي كلها تفيد استحضار الصورة،
اللي بيقرأ القرآن وبيقرأ المعاني وبيقرأ الأفعال المضارع هيتخيل كده، هتفيده في ان هو هيتخيل كده الموضوع وهيعيش اللحظة مع قصص القرآن. فار التنور تعبير يوحي بقوة اندفاع الماء من التنور، تعبير يوحي بقوة اندفاع الماء من الفرن. قلنا نتيجة للشرط قبلها إلا من سبق عليه القول، دي استثناء للكافرين من النجاة. يعني ربنا لما كان بيكلم سيدنا نوح بيقول له خد بقى معاك زوجين من كل الحيوانات وبتاع، بيقول له بقى ايه؟ الا من سبق عليه القول، ما عدا الكافرين ما يركبوش السفينه. وتعبير جميل يدل على عدل الله وانه لا يستثنى من العقاب مخطئا طالما لم يتب توبة نصوحة. طالما ما تبش خلاص ربنا مش هيستثني، هو كافر زيه زي الكفار. بسم الله مجراها ومرساها تعبير جميل يوحي بضرورة التوكل على الله في كل أعمالنا. مجراها ومرساها بينهما تضاد يوضح المعنى ويقويه عكس بعض يعني. والتعبير بصيغة المبالغة في غفور ورحيم يفيد كثرة مغفرة الله ورحمته بعباده، وهي تجري بهم في موج كالجبال، تصوير للأمواج في علوها وارتفاعها بالجبال. يا بني أسلوب نداء غرضه التنبيه، يوضح مدى حب نوح لابنه وإشفاقه عليه. بني جاءت على صيغة التصغير في ابني في بني، جاءت على صيغة التصغير لإظهار الحب والحنين. يلا بينا نخش على تاني درس في الوحدة الأولى. درس ده أنا كاتباه في صورة نقط. يبحث الناس عن وسائل الترفيه لكي يقتلوا بها أوقاتهم. يقاس عمر الإنسان بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية. أمير الشعراء أحمد شوقي كان يزرع في الإنسان إنه يقدر قيمة الوقت واستخدامه في علم نافع يرفع الإنسان من سيرته بعد موته. وفي أبيات أحمد شوقي بتدل على الكلام بتاعه. إيه هي؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكرى للإنسان عمر ثاني. يستثمر العلماء وقت الفراغ في التفكر التأمل والمراجعة والمحاسبة. بالتفكير والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي في صنع النظام. سقوط التفاحة على نيوتن خلاه يسأل 4 أسئلة. إيه هما؟ لماذا سقطت التفاحة فوق رأسي؟ ولماذا سقطت على الأرض في شكل عمودي؟ ولماذا لا تنحرف ذات اليمين أو ذات اليسار؟ ولماذا لا ترتفع لأعلى؟ ومن خلال الأسئلة اللي سألها دي توصل نيوتن إلى نظرية الجاذبية الأرضية عن طريق سبب التأمل والتفكر ووقت الفراغ وقت سقوط التفاحة فوق راسه. يوصل لنظرية الجاذبية بالبحث وطرح الأسئلة ومحاولة الإجابة على الأسئلة اللي سألها. من خلال نظرية الجاذبية الأرضية نجح الإنسان في تخطي حاجز الفضاء، مستكشف الأرض والقمر والكواكب والمجرات وحركات انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. خلدت هذه النظرية في سجل العلماء وأصبح نيوتن قدوة. قدوة لمين؟ قدوة للشباب. الحقيقة التي توصل إليها الكاتب أن قليل من الزمن يخصص كل يوم لإنجاز شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل. لو نيوتن ما كانش اكتشف النظرية دي، هي نظرية الجاذبية الأرضية،
لم نكن نستطيع الوصول لتطبيقات التي نجحت بسبب الجاذبية الأرضية اللي هي المركبات والسفن وكده يعني. نيجي بقى لتالت درس في الوحدة دي، وهو الدرس الأخير في الوحدة دي اللي هي الوحدة الأولى، درس خلال كريمة للشاعر حافظ إبراهيم. وصف الشاعر سعادته بالصفات الكريمة بسعادة العائد من الغربة حينما يلتقي بأهله. الصفات المفضلة للشاعر هي المروءة والكرم. يرى الشاعر أن الرزق هو أن الله يرزق عباده الأخلاق الحميدة، بخلاف باقي الناس اللي هم بيتصوروا أن الرزق هو المال، وأن الرزق بتاع المال ده أفضل الأرزاق. بتنقسم حظوظ الناس إلى 3: المال والعلم والأخلاق الكريمة. مصير صاحب المال اللي هو لما مش بيحصن المال بتاعه بالعلم، بينتهي بيه الأمر بأن هو فقير شديد الفقر، اللي هو الفقر الشديد. صور الشاعر العلم اللي ما تحصنش، الذي لم يحصن بالأخلاق، إن هو وسيلة بتوصل صاحبها، تصل صاحبها إلى الفشل والضياع. بينفع المال والعلم صاحبه لو عندما يكون العلم صالح ينفع ينميه، وعندما يحفظ ويصان بالأخلاق الكريمة، بالخلق الكريم. مواطن الجمال: إني لتطربني الخلال الكريمة، أسلوب مؤكد بإن واللام. تصوير للخلال بلحن جميل يبعث السعادة في نفس الصيام. الخلال جاءت جمع لتفيد الكثرة، والخلال التي تسعد الشاعر. وكريمة جاءت نكرة للتعظيم. وبيت الشعر بتاع تهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. هي دي أنا اتلخبطت عادي، هي الشمائل. تصوير لتأثير الشاعر بذكرى المروءة والندى بتأثير المشتاق بلقاء أحبابه. بين الشمائل علاقتها بما قبلها إجمال بعد تفصيل. هو قعد يفصل يقول كذا وكذا وكذا، فصصهم كده، بعدين جمعهم كلهم في جملة واحدة. تطرب الغريب بأوبئة وطلاق. تصوير لفرحة الشاعر بالصفات الكريمة بفرحة العائد إلى أهله بعد غياب، مما يوحي باشتياقه إلى الصفات الكريمة. رقم 2: عطف طلاق على أوبئة يدل على أن سعادة الغريب لا تكتمل من غير شرط. ايه هو الشرط؟ لقاء أهله. فإذا رزقت خليقة محمودة. تصوير للخليقة المحمودة بالرزق السمين الذي يهبه الله إلى من يختار. استخدام إذا الشرطية أفادت التأكيد، يعني إذا هنا توكيد. بناء الفعل اللي هو فعل رزقت للمجهول لعلم بالفعل اللي هو مين؟ ربنا. لسه قايلين زيها في أول درس في الوحدة الأولى اللي هو بتاع سفينة نوح، اللي هو بتاع وأوحى. هنا أوحى، هناك أوحى كانت برضو بناء الفعل المجهول لمعرفة الفاعل. مين الفاعل؟ الله. خليقة جاءت نكرة للتعظيم، وصفها بمحمودة يفيد تمييزها عن باقي الصفات. فقد استفاق مقسم الأرزاق، تعبير جميل يدل على تكريم الله وحبه لمن يرزقه الصفات المحمودة، وأسلوب مؤكد بقد والفعل الماضي. قد والفعل الماضي ده تركيب على بعضه كده بيدل على التوكيد. جميع الأرزاق جمع. كلمة الأرزاق يفيد الكسرة، وهي نتيجة للشرط اللي هو الأول.
نتيجة للشرط الأول. المال إن لم تدخره محصنا بالعلم، تصوير للعلم بالحسن المنيع الذي يحمي المال مما يوحي بأهمية العلم. كان نهاية الإملاق نتيجة للشطر الأول. هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. بين الجمل توازن موسيقي اللي هو تقسيم موسيقي يعطي جرس موسيقي تطرب له الأذن. تعدد العطف يدل على تنوع الأرزاق، اللي هي و اللي هي وعلم وذاك اللي هي العطف بيدل على ان الرزق متنوع. استخدام ذاك اللي هي إشارة للبعيد مع مكارم الأخلاق يوحي بعلو منزلة الأخلاق. بدأ الشاعر بذكر المال باعتبار ان حب المال فطرة طبيعية عند البشر، ان دي حاجة طبيعية كده عند البشر انهم يحبوا الفلوس. المال والإملاق بينهما تضاد يوضح المعنى ويوكده، كلمتين عكس بعض. والعلم إن تكتنفه الشمائل تعليه كان مطية الإخفاق. تصوير للشمائل بسور يحيط بالعلم ويحميه. تصوير للعلم بدون أخلاق، تصوير للعلم بدون أخلاق طيبة بوسيلة تورد صاحبها بموارد الهلاك والدمار. يعني العلم من غير أخلاق كويسة بتدمر صاحبها. الشمائل جاءت نكرة لتفيد التعظيم، وجاءت جمع هي نكرة وجمع. جاءت نكرة تفيد التعظيم وجاءت جمع لتفيد الكسرة. وصف الشمائل بتعليه يوحي بأهمية الأخلاق الحميدة لرفع قدر العلم. علاقة البيت الرابع بالبيت الثالث اللي قبله تفصيل بعد إجمال. إجمال ده قال جملة بعدين فسرها بقى، فصصها كده وقال هي عبارة عن ايه وايه وايه. أفاد التوضيح. والبيت بتاع كان مطية الإخفاق دي نتيجة للشطر الأول. ويتوج ربه بخلاق، ربه هنا بمعنى صاحبه. تصوير الأخلاق الكريمة بالتاج الذي يزين رأس صاحبه. ولا تحسبن العلم ينفع وحده، ده أسلوب نهي اللي هو بلا غرضه النصح والإرشاد. وتحسبن فعل مؤكد بنون التوكيد اللي هي تحسبن، المفروض تحسب بس هو حط النون للتوكيد. وبكده يكون خلصت مراجعة الوحدة الأولى. نشوفكم في مراجعة جديدة ودرس جديد. مع السلامة.